السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في إبداع من داري. هاد النهار غادي نحضر معكم أشكال ديال الحلوى اللي كتجي راقية وسهلة. غادي نحضر معكم هاد الحلوى بالكاوكاو بالكنافة، ونوريكم هاد الأشكال 3 ديال الصابلي اللي كيجيو راقيين. المهم غادي نوريكم غير التزيين. العجينة راه حطيتها لكم في القناة، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. ما تنساوليش اللايك للفيديو، البارطاج مع الاصدقاء والاحباب، واللي ما مشتركش في القناه يضغط على الجرس ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد القناه. غندوزو المكونات وطريقه التحضير. على بركه الله كنحتاج 500 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفران وطحنته يعني حتى حصلت على هذا الشكل. انا غادي نضيف له 2 ملاعق ديال سكر سنيده، وملعقه صغيره ديال القرفه، وشويه ديال المسكه الحره اللي مدقوقه مع سكر سنيده، يعني داك سكر كلاصي. وغادي ندير الزبده المذوبه يعني تكون من احسن حيوانيه، وغادي نضيف شويه ديال ماء الزهر. هنايا عندي الكنافه، يعني كانت عندي في المجمد كتشريوها على صحاب لوازم الحلويات كتبقى لكم. هنا غادي نستعمل نصف كيلو. صافي كنبقى نفتتها كما كتشوفوا. كانت عندي في المجمد يعني كتجبدوها دغيا كتذوب. صافي هنا غادي نجمع. هنا علاش ما كثرتش يعني سكر سنيده، حيت غادي نسقيها بالعسل غادي تجي لنا حلوه. علاش درت غير 2 ملاعق ديال سكر كلاصي. صافي وكنبقى نجمع حتى كنجمع، كنحصل على واحد الخليط كما كتشوفوا. كنبقى يعني نعجنها حتى كنحصل على واحد العجينه. وغادي نضيف يعني قطرات ديال ماء الزهر. صافي هنايا الزبده المذابه يعني حتى هي ذوبتها، وباش غادي نبسس هاد الكنافه ضروري كتدخل لنا الزبده فيها باش كتجي لنا هشيشه ومقرمشه. صافي كنخلط مزيان، وغادي ندهن يعني اللاطه ديال الفرن اللي غادي نحط فيها نصف ديال هاد الكنافه. هنا درت 500 غرام يعني النصف غادي نسرحو من الاسفل والنصف غادي نسرحو من الفوق. صافي هنا ديك العقده ديال الكاوكاو كنبقى نفتتها هكا من الفوق، عاد غادي نقادها يعني نسرحها مزيان. ضروري بهاد يعني الطريقه راه كتجي يعني طريقه سهله وفي ساعه كتحضر، يعني ما كتشدناش الوقت بزاف. كما كتشوفوا كنبقى نضغط عليها مزيان حتى كنقادها. عاد كنزيد الطبقه الثانيه ديال الكنافه وغادي نقادها مزيان. يعني كنقادوها بهاد السباتيلا باش كتجي لنا مقاده، باش ملي كطيب يعني كتجي لنا بسهوله. ملي كتكون ما كنضيعوش دوك الجوانب عاد نقطعوهم. صافي هنايا غادي بحال اللي نديرو هكا بالسكين ولا كنرشموه باش ملي كيطيب دغيا كتقطع لنا. صافي كنديرو العبار اللي بغينا يعني كبار ولا صغار، كل واحد يدير العبار اللي بغا. كنضغط مزيان بهاد السباتيلا وكندير كل مربع كندير فيه لوزه. تقدروا ديروا غير الكاوكاو حيت انا دايرها بالكاوكاو. انا درت لوزه من الفوق، وتقدروا ديروا اللوز يعني طحنوه حتى هو تحمروه طحنوه. صافي هنا كما كتشوفوا ملي ستفت مزيان درتها في الفرن طابت. ملي طابت هنا ما عرفتش المقطع راه يعني مشى ليه. كنت سقيتها مزيان بالعسل كما كتشوفوا، يعني سقيتها مزيان حتى كتشرب لي العسل كيكون غير منزلي. صافي وكنديرها في كويرطاس. غادي ندوزو للصابلي كما كتشوفوا 3 د الاشكال راقيه. غادي نقول لكم يعني العجينه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. عملت هاد القطاعات اللي راقيين يعني وكيعطيونا اشكال رائعين في الصابلي. يعني كل مره كنتفنوا كنخرجوا يعني اشكال راقيه. كما كتشوفوا عجينه ديال الصابلي راها ناجحه مليون في المئه. غادي نخليها لكم في رابط الفيديو، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف ودخلوا تفرجوا له. المهم درت انا هاد 3 الاشكال اللي غادي نفنن فيهم وغادي نزوقهم. يعني دائما كيخرجوا يعني رشامات جداد وكنتفنوا فيهم. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. صافي هنا غادي نستمر كنقطع كامل الاشكال. درت انا 3 الاشكال وكنديرها في اللاطه ديال الفرن وكنخليها طيب. النار مهيله دائما الصابلي باش كيجي لنا مقرمش ويبقى مده طويله. النار كتكون مهيله حتى كيتحمر لنا من الاسفل. عاد كنشعلوا النار من الفوق باش يدهن لنا وكيبقى مقرمش مده طويله. صافي هنايا غادي
ندوزو للمرحله ديال التزيين. هنايا غادي نشد الشوكولاط البيضاء اللي ذوبتها، يعني غير شوكولاط كالا. بغيتو ديروا الشوكولاط السوداء ديروها، انا درت البيضاء صافي. وغادي نديرها في هذا الموتيف ديال الشوكولاط ديال السيليكونات. هنا غادي ندير يعني الفواكه، يعني مكسرات، فواكه جافه كنزينو بها صافي. هنا غادي ندير يعني المكسرات اللي بغيتو ديروا. درت انا اللوز والبيستاج والاكاجو، يعني كنقلب هكا الاكاجو باش كيبان لي، حيت هو في اللون الابيض الشوكولاط ما كيبانناش بزاف. تقدروا يعني في شي يعني الاخرين درت فيهم البندق باش يبان لي، يعني النصف درتو بالبندق والنصف درتو بالاكاجو. كديروا البيستاج، تقدروا ديروا الفواكه المعسله، يعني ديروا غير الفواكه المعسله وديروا الكاوكاو ولا اي حاجه من المكسرات بغيتو تصاوبوا بهم تصاوبوا صافي. كنعمر هذا السيليكون حتى كنعمروه كامل، يعني بهذه الطريقه صافي. وكنخليه كنديرو في المجمد دغيا كيتماسك، يعني ما كيتعطلناش صافي. وكنحيدوه وكنكملوا الكميه اللي عندنا، كنحسبوا بشحال وندوز للتزيين. يعني الثاني اللي كندير هذا الموتيف ديال الشوكولاط، هذا المربع كندوب الشوكولاط كالا يعني السوداء الكحله، وكندير واحد الثوق في هذا البلاستيك، يعني دغيا كنديروا هذه العمليه سهله، ما كنوسخوش هذه الموتيفات. ملي كنديروا هذا البلاستيك يعني كيساعدنا وما كنضيعوش بزاف الشوكولاط صافي. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنعمر هذا الموتيف كامل. بعد ما كنعمروه حتى هو كنحطوه في الثلاجه دغيا كيتماسك وكيتحيدوا بسهوله، يعني ما كيلصقوش دغيا كيتحيدوا لنا، ما كيشدوناش يعني ما كيتهرسوش صافي. وغادي ندوز الشكل الثالث. هنايا شاط لي الشوكولاط البيضاء والشوكولاط السوداء خلطتهم وعطاتني هذا اللون. ايوا غادي نديرو في هذا، هنا غادي ندير غير بالملعقه حيت هذا الموتيف يعني كبير كيرفد بزاف الشوكولاط. هنا صافي غادي نخوي ملعقه في هذا الموتيف، كيجي شكل بحال الضفيره، كيجي راقي وشكل ساهل، يعني كيعطينا شي حاجه راقيه في الصابلي. كنكمل الكميه حتى كنكمل كامل وكنديرهم في واحد البواطه. عاد كنبقى ندوز للمرحله ديال التزيين. يعني هاد الطريقه كتعاوننا في تنظيم الوقت، خصوصا اللي كتخدم الطلبيات صافي. هنايا انا كنت طيبت الصابلي في هذيك السيلبات ديال يعني اللي كتعطينا هاد يعني كيجي لنا مزخر في هذا الصابلي صافي. هنا كنحتاج الناباج والكليكوس باش غادي نلصق، وهاد الموتيفات ديال الشوكولاط كي كتشوفوا كيجيو راقيين. وهنا غادي نزين بالناباج والكليكوز. عندي رقائق اللوز وعندي الكاوكاو مهرمش ورقيق اللي حمرته في الفران صافي. هنا كندهن غير بالاصبع ديالي، كندهن مزيان الناباج والكليكوز وكندير داك الموتيف ديال الشوكولاط. بغيتو تزينوه من الجوانب بالكاوكاو او اللوز زينوه، انا خليته غير هكاك صافي. هنايا غادي ندير هذا الصابلي يعني مربع. هنايا درت هذا الموتيف ديال الشوكولاط السوداء، غادي نزينو من الجوانب بالكاوكاو اللي محمر يعني رقيق، يعني راه كيجي شكل راقي وسهل في نفس الوقت. في الوسط غادي نزينو باللوز ايفيلي اللي حمرته واحد شويه، ضروري كنحمروه وكنديروا هذا الشكل كيجي شكل راقي يعني. وكنوقفوا هذا اللوز حتى كنعمروا ديك الثقب في الوسط، يعني ضروري كنعمروه مزيان باش ما كيطيحناش داك اللوز ايفيلي، كيبقى شاد في بلاصتو مع داك الناباج اللي كيكون من الاسفل. كما كتشوفوا كيجي شكل راقي. والشكل الثالث والاخير حتى هو كندهنو بالناباج والكليكوز. وغادي ندير داك الموتيف اللي درت كما كتشوفوا شكل الضفيره، يعني كنديرو في الجوانب الكاوكاو، يعني اللون ديالو كيجي ما بين يعني الشوكولاط البيضاء والسوداء وكيعطينا هذا اللون صافي. هادو هما الاشكال اللي حضرت معكم، كنتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم وتجربوهم، يعني اشكال راقيه وفي نفس الوقت سهله كما كتشوفوا. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. هذا الصابلي كنخرجوا ب 90 درهم الكيلو، وديك الكنافه هي كنخرجها حتى هي الى ديال الكاوكاو كنخرجها 100 درهم، وإلى ديال اللوز 130 درهم. كنتمنى ان شاء الله تشجعوني باللايك والبارطاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.